انتوا بتتعبوا نفسكم وبتنفخوا في قربة مخرومة. الشعب معظمه ملهي في مباريات كرة القدم وفي التفاهات وفي لقمة العيش، مش بيفكر يعني. مين قال لك ان انت محتاج الشعب المصري كله يعمل ثورة عشان تغير الوضع اللي انت فيه؟ هديك امثلة تأكد لك ان كل مجتمع في العالم ومنهم المجتمع المصري والشعب المصري، الكتلة النشطة الفعالة اللي احنا محتاجينها تغير النظام وتغير الوضع القائم وتشيل الظلم عنها، هي طبقة أو فئة لا تتعدى 3 4 5%. في أي مجتمع في العالم وفي أدب الثورات اللي حصلت، الطبقة الفاعلة النشطة الحرة عمرها ما زادت عن 5% من المجتمع. في الثورة الروسية سنة 1917 كان القيصر أكثر ظلما من اللي موجود عندنا. فئة مخلصة طلعت تتكلم تحتاج وتحشد للثورة. 85% من الشعب الروسي كان عايش في الأرياف لا يهتم بالثورة رغم شظف العيش والديكتاتوريه اللي كانت موجوده. انضم لهؤلاء المخلصين طبقه العمال اللي كانت بتئن في الوضع. اتحركت الثوره مجموعه من الالاف في وسط ملايين ما بيتحركوش. اتحررت روسيا واتشالت قيصر، ومعظم الشعب الروسي ما كانش عارف اصلا ان في ثوره. اتغير القيصر ومشي، الشعب ما يعرفش معظمه. لو رحنا للقوى العظمى الثانيه، امريكا نفسها، سياسه الفصل العنصري، تمييز البيض عن السود. ملايين من السود كانوا بيتعرضوا للظلم والتمييز والاهانه. في الاتوبيسات والمواصلات العامه الاسود كان يطلع الكراسي فاضيه ما يقدرش يقعد، علشان لو حد من البيض طلع يلاقي مكان يقعد. لغايه ما حصلت المشكله بتاعت الست اللي قاعده في الباص وكانت حامل من السود، ومالكوم اكس اتكلم عنها، ومارتن لوثر كينج خرج وتحدث وعملوا احتجاجات واعتصامات وفئه حره رفضت الظلم والعبوديه. الى النهارده امريكا وصلها رئيس اسمه اوباما من السود. السؤال، انت عايز تبقى مع مين؟ طبقه فعاله الكتله النشطه الحره بترفض الظلم والاستعباد دي ما تزيدش عن 3%، ولا مع بقيه الناس اللي مستنيين الشعب ينزل يغير لهم بيكتفوا بالدعاء؟ انت هتختار مين؟ هتبقى مع الاحياء حي على الاقل؟ احنا كمصريين نفكر هنقول لربنا ايه؟ هتقول له يا رب كنت مستني شعب؟ هتسكت عن الخيانه اللي بتتم لارضك وبلدك وبيع كل مخدراتك واستغلال ثرواتك ومعاملتك كالعبيد؟ هتسكت عن قضيه فلسطين واللي بيحصل هناك وانت مش قادر تتكلم كعبد ذليل وانت في ايدك تغير؟ ثرواتك بتتسرق قدام عينيك، دينك وكرامتك وارادتك بتنتهك. احنا مش محتاجين الا طبقه نشطه فعاله ما تزيدش عن 5% من مجتمع مصر. يعني انت بتتكلم في 5 مليون مش يغيروا الوضع في مصر، يغيروا الوضع في المنطقه وفي العالم. اعتقد ردي وصل لكل واحد بيسال السؤال.